رسالة هدت بيت كامل. تخيل انك تنام الليلة مرتاح وفي نفس اللحظة في بيت كامل بيتخرب بسبب رسالة انت بعتها في 5 ثواني. بقينا نبعت الرسايل بسرعة، سكرين شوت، صورة، تسجيل صوتي او حتى كلمة، ومن غير ما نفكر ندوس ارسال. لكن عمرك سألت نفسك الرسالة دي هتعمل ايه بعد ما تخرج من موبايلك؟ يمكن توصل لزوج وتزرع جواه شك، يمكن توصل لزوجة فتهد الثقة بينها وبين جوزها، يمكن أخ يشوفها ويخاصم أخوه، يمكن أب يشوفها ويظلم ابنه. كل ده وانت أصلا كنت فاكر إنك بتسلي نفسك. المشكلة إن أغلب الناس لما يحصل خراب يقولوا أنا مالي، أنا مجرد بعتها. لكن الحقيقة لو انت عارف إن الرسالة دي هتأذي وبعتها يبقى انت شاركت في الأذى. مش لازم تمسك فاس عشان تهد بيت، ممكن موبايلك يعمل ده، ومش لازم صوتك يكون عالي. احيانا رسالة صامتة بتعمل دوشة عمر كامل. قبل ما تبعت اي حاجة اسأل نفسك سؤال واحد: لو الرسالة دي كانت عن اختي او بنتي او زوجتي او اي حد من اهلك كنت هتبعتها؟ لو الاجابة لا يبقى امسحها على طول. افتكر كل ضغطة زرار ارسال بتكتب سطر جديد في السي في بتاعك. فكر كويس انت عايز الناس تفتكرك بايه، والاهم عايز تقابل ربنا بأي سي في. افتكر كل موقف في حياتك بيتكتب سطر جديد في السي في بتاعك. اختار يكون أبيض وبلاش يكون أسود.